خالد رشيد ناحية اليسار سامي ومصطفى معاه وسامي داخل مرة 18 راح يلعبها سامي وترجع مرة ثانية. سامي لعبها صح لكن تنقطع ترجع مرة ثانية واليسار وتوصل سامي مرة كرة داخل مثلثات النقل ومحاولة للنصر اخر. سامي جاب لاعب كرة صحيحة للمسعري ولكن لم تكن هناك اعاقة متعمدة من لاعبي النصر بهذه الكرة. كرة لعب سامي جابر. سامي بيحاول يعدي يمر وتنقطع منها. حسين هادي فيكتور بيحاول يعدي لكن في تغطية عليه تنقطع. سامي ناحية اليسار وانطلاقه بيحاول يعدي ويمر ناحية اليسار ومعاه حسين يمرر. سامي جابر بيحاول يعدي. سامي يعدي خطأ. يعدي ولكن خطأ. هذه الإعادة سامي الجابر مغطي معاه محسن حارثي من البداية. اندفاع بين الدوخي والدوخي يحاول يمرر وبصير جابر بصير سامي بيحاول يعدي سامي الجابر داخل الرزاق محاولة ويمر داخل مسات النقل واللعب كرة خطرة ترجع مرة ثانية. سامي الجابر راح يمرر دوخي ينطلق وسامي كرة ناحية اليسار. سامي على محسن حارثي. بطاقة يبدو بطاقة صح. بطاقة على محسن حارثي. هذه الإعادة. سامي الجابر والله إعاقة متعمدة وواضحة ما كان في لها داعي طبعا لا زال النصر ضاغط لكن أخف من الانقطاع اللي بدأ فيه الشوط الثاني وخاصة لما عنده تسجيل هدف الوحيد. وبالتالي محاولة الهلال الهجمات المرتدة سريان يلعب ناحية اليسار. سامي الجابر جول. الجول الثالث سامي الجابر. كرة مرتدة خطرة والله ذكي سريان وبعد ذكي سريان لعب كرة حلوة للجابر والجابر جول في الدقيقة 40. شوف لعب جول خلاص جول للجابر والهلال. شوف تمريرة رائعة جدا وكرة صحيحة 100% وملعوبة والله كرة ذكية جدا ومن خلال الاندفاع النصراوي والكرات المكسوره. شوف سريان لما لعب سريان وصل من فريق خط الوسط صح انه يمكن نقول اللياقه ما تملك وكل شيء لكن الخبره المباريات هذه ايضا تحتاج عامل خبره خاصه في حال تقدمه الجابر مره ثانيه والجابر يعدي راح ينقلها تنقل وتبعد مره ثانيه الى الهلال خارج ارض الملعب. هل للمباراة النهائية عند صفر حكم المباراة يتأهل مع الاتحاد. راح نشوف والله مباراة قمة كرة اللعب. يعني إذا التقى الهلال والاتحاد على النهائي فهي قمة القمم جماهيريا وفنيا. الهلال شكرا للمخرج يحيى عسيري وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في مباراة قادمة وفي مناسبة قادمة. أستودعكم الله.